هلا والله بالجميع، معاكم أحمد. واليوم بنروح إلى مشروع الموج عشان نشوف أكبر تجمع سيارات صار في هذه الفترة. أكثر من 70 سيارة سوبر كار، سواء من عمان والإمارات. فتعالوا معاي، صراحة متحمس. شفت فيديوهات وكذا في كوننسيج جاية وغيرها من السيارات اللي ولا مرة شفتهم في حياتي على الواقع. الحمد لله خلاص وصلنا، والحين هو هناك التجمع، فما شاء الله زحمة، لكن عسى نقدر نصور على راحتنا هناك. وصلنا، هذه بداية الايفنت. ما شاء الله فاتحة خير. 296 فراري 911 جي تي ار و11 أهم شيء الجولف كارت. ما شاء الله صراحة كبداية ممتازة. الحين ندخل داخل الساحة، في سيارات أكثر وأكثر. الساحة كامل ممتلية سوبر كارز. شوف لامبورجيني هوريكان استيو، هناك في النهاية في الجي تي 3 ار اس الجديد 992. تبارك الرحمن، شوف ما شاء الله. هذه أول مرة أشوف الجي تي 3 ار اس 992 على الواقع، وأقدر أكد لكم إنها لوحة فنية. شوفوا كيف ما شاء الله الجناح، في نظام الدي ار اس، عندكم الرول كيج داخل، المكس الأسود والبرتقالي. صراحة هذا صاحب السيارة عنده ذوق. ما شاء الله هذه المساحة كلها معباية بالسوبر كارز. بيكون ورانا مشوار طويل أصور كل السيارات. شوفوا هذه التارجا 4 اس الهيريتج اديشن. ايش فيها يعني؟ ايش فيها؟ شوفوا كيف هيريتج اديشن. هذه ذكرى للتارجا الماضي. شوف كيف من داخل، حتى الانتيرير جاي لونين. حلو صراحة اللون العنابي ميكس مع الجولد. شوف كيف من داخل. وصلنا للشغل الكبير. عندكم البي 1، هذيلا عاد هايبر كارز يعتبرون، ماكلارين بي 1 والكوننسيج اجيرا اذا ما كنت غلطان. ما شاء الله. هذه الكوننسيج كلها كاربون فايبر، فول بودي اكسبوزد كاربون فايبر، حتى الرنقات. ما شاء الله. ايش هالحلاوه، سيارتين من سيارات احلامي مع بعض، الاس اف 90 سترادالي وال 488 بيستا.
ما شاء الله. تبارك الرحمن، عينكم على ال 812. هذه خلاص واحدة من آخر الفراريات اللي بتكون محرك قدام 12 سلندر ودفع خلفي. كيف شباب؟ اكتبوا لي في التعليقات وين أحلى، ال 991.2 جي 3 ار اس ولا الشكل الجديد 992؟ أعطوني رأيكم في التعليقات. أنا عن نفسي أشوف الشكل الأجدد أحلى، ولكن هذا الشكل يعني له قوة. شوفوا كيف الانتيك سيستم. هذه ها عندكم الفراري اف 8 توربيدو جنب المكلارين 765 ولا 720 اس، ما متأكد صراحة. عليها كت 765 لكن لا 720 هذا مكتوب. الفراري اف 8 توربيدو طبعا سموها بهذا الاسم لانها بتكون خلاص اخر في 8 توين توربو ماكينة خلف. للاسف الشديد شوي قاسين نودع هذه المحركات العظيمة، بنضطر نستخدم هجين كهربائي، ولكن يلا الحمد لله انه عشنا على الاقل سمعنا الفي 8 بروحه. هذا عندكم 720 اس طبعا عليه كت 765 ولا ايش هذا الكت؟ اذا ما كان مال 765 حد يكتب لي في التعليقات كت ايش هذا بالضبط. لكن ما شاء الله شكلها يفتح النفس يا اخي. بس انا عن نفسي افضل الفراري دائما وابدا على اللامبورجيني، وحتى على المكلارين اخذ فراري دائما وابدا. يا شباب شوفوا ايش حصلت. اللامبورجيني جلاردو اول شكل. ما شاء الله هذا الشكل صراحة يا اخي حتى راح عن البال بسبب قدمه. تقريبا من سنة 2004 على ما اظن كانت كبداية. ما شاء الله، لكن حتى بعد 20 سنة ما زالت تجذب الانظار. اذكر في بداية 2009 اول ما نزلوا الفراري 458 ايطالي كانت مكتسحة السوق، ما في اي مثيل لها. 8 سلندر تنفس طبيعي. اوكي هذا ما اعرف اذا صاحب السيارة ولا مو السالفة الحين. شوف يفتح البيبان ويسكرهن بعد يخبط بالباب. المهم كانت واحدة من احلى السيارات كسواقة. عندك 8 سلندر تنفس طبيعي وجير دبل كلتش 7 غيار. كانت شيء خيالي. وزنها على ما اظن 1400 او 1500، كانت تقريبا 560 حصان، فمن الوكالة على طول راح تطير. كيف ما شاء الله. صراحة هذه كانت سيارة أحلامي لما كنت صغير، وشوية شوية يتغير الحلم يروح للموديل الأجدد. يا عمري ما شاء الله الاس ال اس هذه خلاص كانت آخر سيارة تنفس طبيعي 6.2 لتر V8 من مرسيدس. من بعدها توقف للأسف. هذه السيارة الربحان اللي خضها لما في أيام كانت نازل سعرها، ما أعرف يمكن قبل 5-6 سنين من الحين، ولكن الشخص الربحان اللي اشتراها لما كان نازل سعرها. أما الحين سعرها نار وشرار، دبل ودبل. هذا أحلى سبيك 812 سوبر فاست بالنسبة لي. لو في المستقبل راح أخذ سيارة باخذها كذا بنفسجي ميكس مع الأصفر. ما شاء الله شوف كيف خطوط الأصفر داخل مع اللون البنفسجي ولا غلطة. شوفوا هذه المكلارين عليها كراسي المكلارين سنة. شوف كيف ما شاء الله كراسي حلبة بس للشارع. شوف كيف من الأمام
وبس والله يا جماعة الخير، بكذا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. حاولت أصور لكم معظم السيارات اللي يعني حسيت إن سبيشل فيهن شيء غير، لكن للأسف ما حصلت سيارة أحلامي الكبرى يعني اللي هي الفراري. لا فراري طبعا أنا مثل ما قلت لكم محبي الفراري، يعني إذا خيروني بين مكلارين ولامبورجيني وفراري دائما راح أختار فراري. لكن أبو الشباب حصل سيارة أحلامه البي 1 المكلارين بي 1، فعسى الله يرزقه ويرزقنا جميعا بسيارات أحلامنا. وحاليا نرجع للبي ام ونشوف كيف إن شاء الله. وبس والله يا شباب، شكرا لحسن متابعتكم. لا تنسوا تضيفوني على الانستغرام، بحط هنا حسابي، بحط لكم كذلك رابط في الوصف، فتعالوا الانستغرام هناك متفاعل بشكل يومي. ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ونلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. في امان الله.